قناة سكولي هتقدم النهاردة شاورما فراخ مكسيكان. طريقتها بسيطة وسهلة، يلا نشوف هنعملها ازاي. بس ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد. لايك وشير الفيديوهات عشان يفيد عدد أكبر من الناس. هنتبل الفراخ توم مفروم، مستردة، زيت، خل، ملح، فلفل أسود، بابريكا، زعتر. هنعمل شوف الفراخ علشان تشرب التتبيلة. هنسيبها في التتبيلة على الأقل ساعة. في طاسة سخنة على نار عالية هنحط الفراخ، هنقلبها لحد ما توصل ل3/4 السوا. هنكمل السوا في الاير فراير حوالي 6 دقايق على 180 درجة. اللي ما عندوش اير فراير هيكمل السوا عادي في الطاسة. هنقطع الفراخ لشرايح. زيت في طاسة سخنة، هنحط فيها زيتون اسود مقطع حلقات وفلفل احمر مقطع شرايح. هنشوحهم لحد ما الفلفل بس يدبل لكن ما يتهريش. هنستخدم كوباية من الرز البسمتي. في حلة الرز هنحط حوالي معلقتين كبار من الزبدة. هنحط شوية زيت، هنضيف ورق لورا، قرنفل، مستكة وحبهان. هنقلبهم كويس جدا في الزبدة لحد ما ريحتهم تطلع. هنضيف الرز المغسول. هنظبط الملح حسب الرغبة. لكل كوباية من الرز 2.25 من المية. هنقلب وهنغطي وهنشغل على رز مفلفل ومستوي وتمام. هنحط الرز اللي عملناه وممكن اي نوع من الرز اللي انت بتفضليه، بس هي بتبقى حلوة جدا برز البسمتي. هنحط شرايح الفراخ، خليط الفلفل والزيتون. على الوش هنحط جبنة موتزاريلا. هندخله الفرن تحت الشواية لحد ما الجبنة تسيح والوش يحمر. ودوقوا بقى أحلى شاورمة فراخ مكسيكان، طعم وريحة تجنن. وألف هنا.